ليه كلمة خطة الفريق راحت عليها؟ وليه اللعيب اللي بيقلع التيشيرت وهو بيحتفل بياخد انذار؟ وايه سر الاصابات الزيادة في عالم كرة القدم اليومين دول؟ وايه هي الكرة الشاملة؟ طب عمرك سألت نفسك ايه فايدة النص دورية اللي على بوكس ال18؟ طب هل تحب تعرف ازاي تتفرج على الماتش كمحترف؟ وليه فكرة الانفيرتد فول باك فكرة ناجحة؟ وايه هو الاكس جي وبيتقاس ازاي؟ طب بلاش كل دول، هو ليه فريق الكرة اصلا مكون من 11 لاعب؟ ويا ترى دوري ابطال اوروبا هيبقى شكله عامل ازاي من السنة الجاية؟ يلا نجاوب على الاسئلة الكتير دي مع بعض، نفس كروي عميق ونبدأ الحلقة. ممكن على الورق تبقى الخطه 4-3-3 بالمنظر ده، بس والفريق معهوش الكوره واحد من الوينجات يرجع فتبقى 4-4-2 بالشكل ده، او الاثنين وينجات يرجعوا فتبقى 4-5-1 بالشكل ده. وفي حاله الهجوم الاثنين الثمانيه يطلعوا قدام والاثنين الفول باكس يضموا على جوه فتبقى 2-3-5 بالشكل ده، او واحد من الباكات يضم والثاني يفضل فتبقى 3-2-5 كده، ولو واحد منهم ضم في خط الوسط والثاني كمل قدام تبقى 2-2-6 كده. وادي ال 3-4-3 لو في الهجوم الوينجات اتقدموا فبقت 3-2-5 كده. وفي حاله ان الكره مش مع الفريق فالوينجات رجعوا كده والسترايكرز رجعوا كده بقت 5-4-1 كده. وادي ال 4-4-2 في حاله الهجوم اللي اتحولت ل 2-4-4 كده. وفي الدفاع خط النص ضم فبقت 5-3-2 كده. منظر الخطه اللي بنشوفه في اول كل ماتش ده ما هو الا نقطه بدايه. لما لعيب الكوره بيقلع بيلبس، او بمعنى اصح لما بيقلع التيشيرت وهو بيحتفل بجون بيلبس انذار في وشه على طول. بس السؤال هنا ليه؟ تعال اقول لك اسباب فيفا المعلنه. واحد، ده يعتبر احتفال زايد يصل لحد الاستفزاز للخصم وجماهيره، مع ان في اشارات كتير وحركات زي هش للجماهير اولى بانها تاخد انذار على الحاجات دي. اتنين، منعا ان يكون اللعيب لابس تيشيرت تحت التيشيرت عليها رساله سياسيه، طب يا محايد قوي ما تنزله لو لقيت رساله. ثلاثة، عدم تضييع الوقت، ده على اساس ان اللعيب بعد ما بيقلع التيشيرت وهو بيحتفل بيروح يلبس تيشيرت جديده من دولاب اوضه بيته. أربعة، عدم القدره على تمييز اللعيب، وكأن رقمه مش على الشورت وكأنه هيكمل الماتش كله توبلس. والسبب الحقيقي واضح وصريح ومش عيب على فكره انه يتقال. في ناس بتدفع مئات الملايين عقود رعايه ومش عايزه في اهم لحظه واكتر لحظه مشاهده واعاده يكون اللوجو بتاعها مرمي على الارض. فرت اصابات يا اخويا ومش سايبه حد. هل اجمالي وقت اللعب في الموسم الواحد بقى زياده عن طاقه اي بني ادم، ولا هل الزياده دي كانت محتاجه تحصل بتدريج ابطا حبتين عشان الاطقم الطبيه تقدر تواكب ده وتعمل برامج احمال وتعافي تتماشى مع ده، بس الموضوع محتاج ياخد وقت؟ ولا هل قواعد جديده زي الاكسترا تايم المطول هي احد الاسباب الرئيسيه اللي بيحصل ده، حتى لو التغييرات بقت 5 بدل 3 في الماتش؟ ولا يكونش التوقفات الكتيره في وسط الماتش عشان الفار بتخلي اللعيبه تبرد فبيبقوا عرضه للاصابات بشكل اكبر؟ ولا يكونش يا ابو العز المشكله ميكس ما بين كل الحاجات دي مع بعض؟ المؤكد ان المشكله موجوده ولازم لها حل قبل ما يبدا يبان عواقب وخيمه اكتر على صحه اللعيبه دي اللي هم بني ادمين في الاخر. ايه الكوره الشامله واللي واجهتها في العصر الحديث بيب جوارديولا سواء مع مان سيتي النهارده او برشلونه قبل كده؟ هي كوره تاسس ليها في السبعينات مع طواحين الهوا هولندا واياكس، وسمتها الأساسية هي الاعتماد على الاستحواذ الكامل، وعادة ما بتكون نقطة انطلاقها من 4-3-3 أو 3-4-3، ومن أساسياتها تحرك اللعيبة من مراكزهم بحيث يدوك كثافة عددية في أي جزء من الملعب، أو زي ما بيسموه الأجانب numerical advantage. الكرة الشاملة مش بتسعى إن هي تحقق النيوميريكال advantage ده في استحواذ الكرة بس، لا ده كمان والكرة مش معاك، بحيث إنك تلحق تستخلص الكرة في أسرع وقت ممكن وترجع أنت تمسك الكرة تاني. وطبعا عشان تحقق أسلوب اللعب ده أنت محتاج لعيبه معاك التوب، قوه، سرعه، مهاره، دماغ نظيفه جدا، وغالبا بتحتاج لعيبه غاليه جدا. فالطريقه موجوده بس الجامد اللي يعرف ينفذ. هي النص دوريه اللي على الخط ال18 من بره دي ايه لازمتها وموجوده من امتى؟ في الحقيقه هي طول ما اللعب شغال ملهاش اي 30 لازمه، لكن دورها واللي اتصممت عشانه بيجي وقت ضربه الجزاء، وده عشان اللعيبه كلها تكون على مسافه ما تقلش عن 10 ياردة من الكوره فوق نقطه البينالتي، مسافه مش هيتحافظ عليها بشكل محايد الا عن طريق القوس ده. والقوس ده كان اخر حاجه اتزودت في ديزاين الملاعب سنه 1937، ومن ساعتها وعلى مدار تقريبا 90 سنة الملاعب بنفس شكلها اللي احنا نعرفه النهاردة. الإحصائيات بتقول إن متوسط لعيب الكورة في كل ماتش بيمسك الكورة 4% من الوقت،
يعني تقريبا 50 ل 60 لمسه او باصه في الماتش، يعني تقريبا 4 دقائق شاكب راكب من اجمالي الوقت. ده معناه ان لمده 86 دقيقه في 21 لعيب او 19 لو شلنا حراس المرمى من الحسبه بيعملوا حاجه تانية وما معهمش الكوره، اللي بيضغط واللي بيراقب واللي بيغطي واللي بيسحب مدافع واللي بيجري في المساحه الفاضيه واللي بيقرب عشان يستلم، وزربيح تفاعلات تكتيكيه بتحدد ايه اللي هيحصل في الكام ثانيه الجايه. عشان كده اوعى تستسهل وعينك تفضل مع اللي معاك كوره وخلاص، ده انت كل ما عينك هتكون مش على الكوره اكتر كل ما هتشوف تفاصيل اكتر وتاكتكس اكتر وهتستمتع اكتر وتدعي لحبيبك ابو العز اكتر واكتر. ليه فكره الانفيرتد فول باك بقت موضه ومنتشره؟ الانفيرتد فول باك هو الفول باك اللي في حاله الهجوم بيضم لقلب الملعب بدل ما يتقدم على طرف الملعب زي زمان، وعشان كده الدور ده بيحتاج لعيب كوير اكتر ما هو سريع او عداء. اما عن اسباب نجاح الدور ده وانتشاره فكالاتي: اولا في حاله الهجوم لما بيضم الانفيرتد فول باك في النص بيدي فرصه للعيبه الثمانيات يتقدموا هم في الهاف سبيس، وبالتالي بيدي فرصه للوينجين اللي هم امهر من الباكات انهم لا مؤاخذه يستفردوا 1 على 1 بفول باكس بتوع الخصم. ده غير انه بيدي الفريق كثافه عدديه في خط وسط الهجومي. ثانيا في حاله الدفاع او ارتداد الهجمه بيكون الفول باك اقرب بكتير انه يرجع يغطي مساحته ويتمركز صح، عكس ما في الطريقه القديمه بيكون وراه سكه سفر عشان يرجع يغطي الشارع او الهاي واي اللي متساب فاضي وراه. يعني ايه الاكس جي؟ اكس جي يعني الاكسبكتد جولز او بالعربي الاهداف المتوقعه. الاكس جي هو معيار حديث، معيار لتقييم اي فريق في اي مباراه من المتوقع يجيب كام جول، وبالتالي عدد الاهداف الفعليه اللي جابها الفريق ده كانت فوق المتوقع زي المتوقع ولا تحت المتوقع. بس السؤال هنا ايه هو المتوقع وبيتحسب ازاي؟ من هجمات الفريق على مرمى الخصم التكنولوجيا الله يهدها بتحسب كل فرصه نسبه حظوظها انها تدخل الجول قد ايه، بناء على مقارنتها بالاف الكور المشابهه من قبل كده، والعوامل المحيطه بيها، عوامل زي مكان تسديد الفرصه، تمركز دفاع الخصم، عدلة جسم المهاجم وبيسدد بيمينه ولا شماله ولا دماغه، وبناء عليه الفرصه بتاخد تقييم اكس جي يتراوح من 0 لو هي فرصه منعدمه لحد 1 لو هي فرصه مؤكده. طلع ان لما حد يقول لك الفريق ضيع اهداف محققه او ان الفريق بيخلص ويجيب انصاف الفرص، طلع الكلام ده مش مجازي وممكن يتحسب. زمان الكرة في بدايتها كانت عشوائية، ويقال ان كانت بتتلعب بحاجة و20 لعيب في اوقات، ويقال ان جماعات زي شيفيلد وكامبريدج وغيرها كانت كل واحدة حاطة قوانينها وعدد اللعيبة اللي المفروض يتلعب بيها الماتش في الفريق الواحد. سنة 1870 اعتمد الاتحاد الانجليزي لكرة القدم قانون جامعة كامبريدج اللي كان بيقول ان الفريق يبقى 12 لعيب ومنهم حارس مرمى واحد، وفي 1897 يتعدل القانون عشان يبقوا 11 بس شاملين حارس المرمى. ويقال ان الاستقرار على العدد النهائي ده اللي عايشينه احنا لحد النهارده هو 3 اسباب: 1 ان 20 لعيب هو العدد الامثل لتغطيه مساحه الملعب، 2 ان رياضه الكريكت كانت اوريدي موجوده والفريق الواحد منها بيكون من 11 لعيب، 3 ان العنابر او سكنات الطلاب الجامعيه كانت بتحتوي على 11 سرير، فقال لك عدد 1 عنبر يساوي عدد 1 فريق. البطوله من السنه الجايه مش هتبقى 8 مجاميع في 4 فرق، هتبقى 36 فرقة كلهم مجموعة واحدة، والفرق بتتصنف ل4 مستويات: تصنيف اول تاني تالت رابع بناء على انت في انهي دوري ومركزك ايه، التصنيف اللي احنا كلنا عارفينه. وكل فريق هيلعب 8 ماتشات بالظبط، وال8 ماتشات متقسمين بالتوازي على 4 تصنيفات، يعني يتلعب فريقين تصنيف اول، فريقين تصنيف تاني، فريقين تصنيف تالت، وفريقين تصنيف رابع، وفي كل تصنيف من دول هتلعب ماتش هوم وماتش اواي. طيب بعد ما ال8 جولات خلصت تقول لي ايه اللي هيحصل يا ابو العز ومين هيتأهل ازاي؟ هقول لك حاجه: من المركز الاول للمركز الثامن هيروحوا على الدور ال16 على طول، من المركز التاسع للمركز ال16 هيلعبوا الناس اللي من المركز ال17 للمركز ال24، هيكون دور اقصائي من ماتش ذهاب وعوده. ال8 بقى اللي هيعدوا من الدور الاقصائي ده هم اللي هيروحوا يلعبوا ال8 مراكز الاولى في الدور ال16 من دوري ابطال اوروبا. هتكمل البطوله بنفس شكلها المعتاد اللي انت عارفه لحد النهائي.